فقط. هذا الاعلامي اللي بيقول لي انت مالك هو نفس الاعلامي اللي 90% من محتواه ومحتوى القناه اللي بيشتغل فيها عن الزمالك وعن النادي المنافس وعن مشاكل الزمالك وعن مجلس اداره الزمالك وعن حتى فلوس الزمالك بيجيبها منين. يعني كل الاعلاميين اللي موجودين في القناه بيتكلموا عن المنافس وعن الزمالك، وانا عمري ولا طلعت اتكلمت، وهو هم احرار وفي النهايه دول اعلاميين رغم ان هم بيشتغلوا في قناه فئويه المفروض يتكلموا على النادي بتاعهم اكتر ما يتكلموا على المنافس، لكن محتوى كلامهم سواء على السوشيال ميديا او حتى في القناه على النادي المنافس. فبالتالي انت زعلان قوي ان انا بتكلم وانا بشتغل في قناه عامه وبتكلم بشيء منطقي وحقاني وعقلاني، فتيجي تقول لي انت مالك مالكش دعوه، وواحد تاني برضه يقول لي انت مالك ومالكش دعوه. والله عيب. انتوا يعني انت اكبر من كده بكتير، وعيب ان انت تكون بتدافع عن غلط وبتهاجم اللي بيتكلم في الصح. اللي بيدافع عن الغلط يبقى مش صح. سلام عليكم.